وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة. وصفتنا مكوناتها بسيطة. وصفتنا دقايقها بسيطة. هنعمل كده وصفة يعني سهلة وما فيهاش أي مكونات خزعبلية ولا أي حاجة. وصفة المستعجلين. كنت بقى مستعجلة وكنت حابة أعمل بقى شوية رنجة كده في البيت سلطة، ومحتاجة لها شوية طحينة، فهعملها بطريقة سهلة جدا في دقيقة أو دقيقتين مش أكتر، وبمكونات سهلة جدا. كان كده إيه، لقيت عندي في التلاجة شوية سمسم فاضلين حوالي كوباية كده، نزلت بكوباية من السمسم في شفشق الخلاط على طول. هو السمسم الأبيض زي ما هو، ولا حمصته ولا أي حاجة، واداني نتيجة خرافية. وجبت معايا 4 معالق من الدقيق بالظبط، ونزلت معايا بحوالي ربع كوباية زيت. انا هحتاج حوالي نص كوباية، بس هحط في الاول كده حوالي ربع كوباية. حطيت كده معايا الزيت على 4 معالق الطحين او الدقيق حسب ما بنقول في كل دولة، ونزلت بكوباية السمسم، وعلى طول حطيتهم في شفشق الخلاط من غير تحميص ولا كبة انعمهم ولا اي حاجة. نزلت بيهم في شفشق الخلاط زي ما انتوا شايفين على طول، وزي ما اخدتهم كده بقى ضربة كده سريعة على السريع. دي وصفة سريعة جدا، يعني عارفة انا فكرت في الرنجة دي جبتها وحبيت اعملها، وبعدين اول ما لقيت نفسي كده مش حابة اكلها بالطريقة العادية، فحبيت اعملها زي السلطة، فبحب احط لها طحينة. طب قلت اعمل ايه على طول فتحت التلاجة وجبت شوية السمسم وعلى طول عملتهم. طحنتها كده معايا ونعمتها وبقت معايا تمام، والقوام اللي انا عايزاه مظبوط. جبت كده معايا رشة من الملح وضربتها ضربة كمان، وزي ما انتوا شايفين قوام الطحينة بتاعي طريقة سهلة وبسيطة، وقوامها مظبوط ولا تقيل ولا خفيف، زي ما انتوا شايفين قوامها تحفة عظمة بصراحة. دي وصفة المستعجلين، ولا هنحمص دقيق ولا هنحمص سمسم ولا اي حاجة، في دقيقة معايا بس. لكن هي خدت معايا في وقت الفيديو اكتر من دقيقة، بس هي على الطبيعة عشان التصوير بس خدت معايا اكتر من دقيقة، لكن هي على الطبيعة ما خدتش معايا اي وقت. بصوا، قسما بالله عظمة، طعم وجمال وريحة وقوام مفيش بعد كده. وصفتنا سهلة جدا، ياريت تجربوها، واتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتكون ما فيهاش مكونات خزعبلية ولا اي حاجة. وانتظروني في فيديو جديد في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.